السلام عليكم. معكم يوسف وحش رينو. طبعا الساعة 3 بالليل. طبعا دي رينو كيليو 1400 واحد كامة. تمام. صاحبها كان بيشكي ان العربية بتسخن منه جامد وعملت معاه طحينة. تمام. طبعا نبص معاه طبعا على الوش برضه اهو. طبعا احنا كنا نزلنا فيديو من كام يوم، امبارح اول امبارح، ان نفس المشكلة دي. تمام. نفس المشكلة بالظبط، مفيش تغيير بجنيه واحد. تمام. برضه نفس البرومه اهي ونفس البرومه. على فكره العربيه التانية كانت رينو لوجان مش كيليو، دي كيليو 2007 2005 الموتور الواحد كامه اللي هو اللوجان. تمام. طبعا صاحبها طبعا لما عمل بقى طحينه راح لصنايعي قال له غير قوه الميه الجديده ترموستات. تمام. وغير حساس حراره تقريبا. طبعا صاحبها نبص مع بعض هنا طبعا على الكامه، على الوش، يعني السبب المشكله بتاعت وش السلندر اصلا. في هنا السبب بتاعنا، السبب هنا المشكله ان هنا برضو في بارومه، لا مؤاخذه. تمام. طبعا دي الباروميه هنا دي مجرة ميه، دي ميه. طبعا الميه دي فاتحه هنا على وش السلندر، على غرفه الميه بتاعت البستم رقم 4. فده كله ميه، ده كله ميه، ده الصدى ده ميه. تمام. فطبعا الغرفه دي كبس البستم هنا بيطلع في الميه فينفخ معانا فيعمل غليان. فطبعا لما الوش طبعا لما الجان طبعا ضرب معانا برضو على الزيت، فبقت الميه جنب الزيت فعمل مشكله معايا وعمل طحينه. دي مجرى من ضمن المجر اللي فاتحه على كبس البستم. تمام. طبعا هنيجي طبعا نبص الجنب التاني كده على عكس الجنب التاني، هنلاقي برضو ان مجرة الميه دي تمام مصديه ودي مصديه. طبعا انت شفت طبعا الفيديو الاولاني، الفرق طبعا بتاع الفيديو الاولاني البارومه كانت عامله ازاي في الوش السلندر قبل ما نعمله، وبعد ما عملناه البارومه عامله ازاي. طبعا هنا برضه نفس المشكله اهي، ده صدى، الصدى هنا. تمام. لو عملنا زوم كده مثلا. تمام. دي المجرة دي بتاعت البستم حوالي 2 مللي او 3 مللي سنتي مثلا. فالمسافه اللي بين الكبس وبين الميه مفيش مسافه. فطبعا الميه هنا بقت تخش على البستم، خلت العربيه تعمل طحينه وتتلت وتبرجل. نيجي نبص على الجوان. تعال نبص مع بعض على الجوان. طبعا ده طبعا الجوان، طبعا دي طبعا بلوكه. تمام. بصوا برضو معايا برضو معلش، يعني بص ايه يعني بس ايه اعرفكم حاجه. ده مكان المسمار، مكان عليه زيت كويس مظبوط ممتاز، وهنا ده كمان عليه زيت ممتاز. طب نيجي نبص مع بعض هنا كده، ان هنا المسمار ده عليه ميه ومصدي وفك بالعافيه وطلع عينه لما فكناه. ده ناتج ان الجزء ده لما فتح معانا ميه دخل ميه فين؟ على المسمار. ولما دخل معانا المسمار دخل ميه على الزيت. وطبعا هي دي طبعا دي مجرة ميه، بصوا معايا دي مجرة ميه مسدوده اهي، ودي مسدوده ودي مسدوده اهي. تمام. يعني كده احنا ممكن نفك عاده كده ونفك نجمع اي فك عاده نجمع اي فك صليبه. تمام. هنبص برضو مع بعض كده. تمام. بص كده ثواني، بصوا دي مجرة ميه، دوق كده كده ده كده بصوا دي ميه. تمام. دوق تاني، دي ميه. تمام. بص هنا برضو دوق يا احمد، دي برضو ميه اهي مسدوده، مسح ايدك بس. تمام. دي برضو ميه، هات كده ماشي تاني مسدوده اهي، هات. ده كله مسدود، حرام ولا حلال؟ ده مسدود اهي، هات يا احمد اهو، ده مسدود اهوت. ده كله يا جماعه ميه، ده كله يا جدعان والله العظيم سببه الميه اللي هي مصديه وميه الحنفيه. دوس كده يا احمد. تمام. بص يا جماعه ده كله صدى اهو، ده كله سدد اهو. بص المفك بينزل بالعافيه. تمام. بص هنا، بصوا هنا، بص هنا، بص دوس كده يا احمد، اخبط كده. بص دي كمان ميه اهي مسدوده اهي بس. هات كده هنا اهي، بص دي برضو ميه اهي مسدوده، دي برضو ميه اهي مسدوده اهي. ده كله قرف اهو، ده كله بصوا ده كله قرف اهو. بصوا اهو ده كله قرف فين؟ في مجرى الميه اهو. تمام. ده برضو بصوا ده برضو مسدود اهو. بصوا يا جماعه، فالمجر دي كلها عشان اللي يقول لك نضف المجرى الميه. طب هننضفها ازاي وهي جوه الموتور مش باينه؟ الصناعيه تقول لك ايه، لا اصل نضف تربه الميه، لا اصل نضف مش عارف. بص ده مسدود اهي، بص كده مسدود اهي. تمام اهي.
نيجي نتكلم الزبون يقول لك ايه، لا لا اصل المشكله فين؟ في وش السلندر. احنا عارفين ان في وش السلندر لان ده كله مسدود، انما في بعض الصناعات يقول لك لا مش وش السلندر، نضف ترمبه ميه وكوعه ميه. طبعا بصوا بقى الجوان، بصوا الجوان عامل ازاي، دي ميجة الميه ودي ميه فاتحه على زيت، ده كله يا جدعان بصوا ده كله مسدود، ده مسدود ميه مسدود، دي مسدوده، فطبعا ده كله غلط. بصوا طبعا ده كله متاكل اهو خالص، ده متاكل كله خالص اهو. فاحنا ان شاء الله هنودي الشغل بتاعنا الخراب بتاعنا تمام. ادعوا لنا بس بخير ان شاء الله ودعمونا دايما يا رب، بس تدعمونا يعني باستمرار، يكون في دعم كده لينا ان شاء الله خير. هنودي وش خراط ونلحمه وربنا يسهل. السلام عليكم.